بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني الغاليين، ازيكم؟ عاملين ايه رأيكم بقى في المكرونة بالبشاميل دي؟ بصوا، جوسي وكريمي وتحفة جدا. بصوا بقى جمالها. يلا بقى بينا نطلع قطعة كده ونشوفها يا حبايبي. بصوا بقى، جميلة وكريمي جدا ما شاء الله، تحفة بجد. يلا بينا بقى ندوق قطعة كده ونشوفها. بصوا بقى، كريمي وتحفة، لازم تجربوها يا حبايبي. يلا بينا ندخل على الطريقة. نعمل الحشوة، هننزل كده بمكعبين زبدة، معايا نص كيلو بقى صدور فراخ، هنعملها النهاردة بالفراخ، بجد طعمها وهمي. هنحط الفراخ سخنة كده ومش هنقلبها لما تاخد معانا لون عشان ما تنزلش ميتها. بصوا ما شاء الله ما نزلتش معانا سوايل. هننزل بقى بالفلفل الاسود. البهارات بقى تحبوها، انا هنزل هنا بسبع بهارات. خلطة ال11 بهار. وهننزل كده بالملح. خلاص الفراخ كده بتاعتنا خدت لون حلو، هنبتدي ننزل بالبصل. هنا بصلاية مفرومة بالكبة، هنبتدي بقى نقلبها بعد الفراخ بتاعتنا خدت الصدمة الحلوة بتاعتها. هنديها تقليبة كده ونسيبها لغاية ما تستوي بقى معانا. خلاص الحشوة بقت جاهزة معانا، والفراخ ما بتاخدش 10 دقايق يا حبايبي. نبتدي بقى نعمل البشاميل، وهننزل بالزبدة. وهنبتدي بقى ننزل بالدقيق كده، والدقيق يكون قد الزبدة، كل معلقة زبدة بتاخد معلقة دقيق حسب الصينية بتاعتكم يا حبايبي. وهنبتدي بقى نقلبه كده، احنا مش عايزينه ياخد لون خالص، احنا بس عايزين الدقيق يطلع الريحة بتاعته بس كده. وهنبتدي بقى ننزل باللبن على طول، اول ما نحس ان هو الدقيق بتاعنا اتحمص خلاص. خلاص كده بقى جاهز. ننزل كده باللبن. انا نزلت بلتر لبن يا حبايبي، بنزل بيه على مرحلتين. اول ما الدقيق يفك معانا كده بنزل جزء جزء، ويستحسن يكون على النار هادية عشان ما يكلكعش معاكم. بالنسبة للناس اللي بتعمل البشاميل اللي بيكلكع معاها حبايبي، ممكن تعمله في الخلاط. بعد ما تعمل الحركة دي تضربه في الخلاط عادي، ما فيش اي مشكلة. انا بنزل هنا اللبن جزء جزء كده لغاية ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. واللي وصل لغاية هنا بقى ما ينساش بقى اللايك حبايبي والاشتراك في القناة. هنزل كده بقية اللبن. انا بحب البشاميل ما يكونش تقيل قوي ولا خفيف قوي، يكون البشاميل متوسط. ننزل بقى بالتوابل، فلفل اسود، مكعب ماجي، وممكن رشة جوز الطيب، والملح. وهنبتدي بقى نقلب التوابل بتاعتنا لغاية ما البشاميل نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. انا عايزاه كده كريمي. وكده خلاص البشاميل بقى جاهز معايا. بس قوامه كده مناسب بالنسبة لي جدا.
المكرونة كده هنزل بقى عليها بالبشاميل. بصوا ناعم وكريمي ازاي. وهنقلب بقى العظمة دي كلها مع بعض كده. انا بحب اغلف المكرونة كويس جدا بالبشاميل عشان تطلع جوسي كده وطرية وجميلة. هننزل كده في الصينية. بحب انزل بشاميل في الاول عشان القطعة تطلع سليمة في قطعتها يا حبايبي، والخطوة دي مهمة جدا. وهننزل بقى بالمكرونة بتاعتنا كده اول طبقة ونوزعها. بصوا المكرونه بشاميل سهله جدا يا حبايبي، بس في ناس كتير بتستصعبها، بس هي خطواتها بسيطه جدا. بس على الطريقه تطلع معاكم ناجحه جدا. وهننزل بقى بالحشوه بتاعتنا. بصوا بقى ريحه الفراخ تجنن. وهنوزع بقى الحشوه كده في كل مكان. بجد المكرونه البشاميل بالفراخ يا جماعه رايحه في حته تانية، جربوا هتعجبكم جدا. وهنزل كده بقى بشويه جبن في النص، ودي بقى بتدينا تيست حلو جدا وتخلي القطعه متماسكه. وهننزل بقى بالطبقة التانية كده من المكرونة وهنوزعها. تمام كده. هوزع بقى الطبقة كلها كده. خلاص وزعناها. ننزل بقى بالبشاميل من على الوش كده. وكده خلاص نزلنا بالبشاميل. هنوزعه بقى كويس جدا ونغطي المكرونة تمام. وكده هننزل بقى بميكس الجبن يا حبايبي على الوش عشان بقى ناخد لون حلو جدا. في ناس بتحب تحط بيضايه، مفيش اي مشكلة. لو حابين تستغنوا عن الخطوة دي عادي جدا. خلاص بقت جاهزة معانا. هندخلها على الفرن ونشوفها مع بعض. بقى صينية المكرونة خرجت من الفرن. بصوا بقى قمر ما شاء الله، جميلة جدا وشكلها تحفة. بصوا بقى البشاميل كريمي وجوسي وفي منتهى الجمال. جربوا الطريقة بتاعتي يا حبايبي، وهستنى بقى رأيكم في التعليقات، واستنوني فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.